تاني حاجة إن هم قسّموا اضطراب الشخصية إلى اضطراب بسيط، اضطراب متوسط، واضطراب شديد. وده معناه إن في ناس عندهم سمات اضطراب الشخصية لكن بشكل بسيط، اللي حواليهم اللي قريبين منهم أوي هم اللي بيلاحظوه، لكن الناس في حياتهم العملية أو زمايلهم ما بيلاحظوهوش. في ناس بيبقى الشكل متوسط، يعني الناس ملاحظة إن في حاجة غريبة وهو بيعاني لكن معاناة متوسطة. وفي ناس بيبقى الاضطراب شديد مسبب أذى للشخص كبير وأذى للي حواليه كبير جدا. النقطة المهمة الجديدة واللي عاملة انقلاب في تشخيص اضطراب الشخصية هي عامل السن. زمان قبل 2022 كان لازم اضطراب الشخصية يبدأ من سن صغير. أي نعم كان بيتشخص في سن 18 بس كان له بوادر، وكان بيبقى مكمل مع الشخص من أول ما تم 18 سنة. دلوقتي الموضوع ده اتغير. اكتشفنا إن في ناس شخصيتهم بتتغير وبيجي لهم اضطراب في الشخصية لأول مرة في العشرينات والثلاثينات والأربعينات بل يمكن الخمسينات من عمرهم. وده حاجة حيرت العلماء شوية، يمكن عشان الهجرة بقت أسهل، الناس بقت تتأثر بالعوامل الخارجية أكتر، وفي ناس بتلوم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي أثروا على حياة الناس بشكل مخيف. لكن في النهاية دلوقتي بقى من حقنا نشخص اضطراب الشخصية حتى لو ما بدأش من سن 18 سنة.